انتشر مؤخرا اللغط على موضوع زواج الفنان القدير جاسم النبهان وظهور زوجته المغربيه في التيك توك والصور تجمعهم مع بعض. عسى ربي يوفقهم ان شاء الله ويسعدهم ويخليهم حق بعض. لكن انا استغرب من حشريه الناس وتدخلهم في هذا الموضوع والتعليقات السلبيه والتافهه على هذا الموضوع. والله ساحرته، والله هو عود شلون يتزوج وحده كبر بنته وين حصل نبهان. انتوا ايش عليكم؟ انتوا شكوا اثنين حبوا بعض تزوجوا بعض على سنة الله رسوله. انتوا ايش عليكم؟ عسى ما شافه واحد يحب وحده على طول ساحرته، شوف ايش مسويت له، شلون تعلق فيها. قولوا مو حاصل لكم، قولوا انا مو حاصل لي واحد يحبني ويعزني ويدللني ويسفرني ويسوي لي، قولي كذي. ولا ما في وحده بتحتر ان واحد تزوج وحده ومستانس معاها وسعيد والله يهنيها وتقول ساحرته وتحط 70 عذر وتحسدهم. انتوا يومكم كتبتوا هالكلام السلبي هذا ما راعيتوا مشاعر الريال ولا زوجته ولا بنته حصن نبهان، بس تسبون وتسيئون الظن بالناس وتدشون في نواياهم عشان والله حاطه كم فيديو في التيك توك خلاص هي ساحره. مو بكيفكم هي ساحره، حاطه كم اغنيه مسكينه مغربيه على كم شغله هم عندهم بالبركه او شغله كذي. وما يصير تربطون اسم المغربيات بالسحر. شنو انتوا شايفين المغربيات يحوسون بالسمب مع اسعفه؟ من ارقى ناس والناس لسانهم عذب وجميل والنعم فيهم. عيب اللي انتم قاعدين تسوونه واساءة الظن بالناس والتجريح فيهم عيب. اكثر ناس يتكلمون على اليجوز والما يجوز ويحددون حق الناس شنو حلال وشنو حرام، وكله يتكلمون بالناس وطريقة مشيتهم وطريقة كلامهم وطريقة لبسهم ويسيئون الظن بالناس ويدخلون في نواياهم. بعدين لما نسألهم ليش تسوون كذي ما يجوز هاللي قاعد تسوونه، يقول لا هو شخصية عامة ولا مشهور كافر عادي ندم فيه، ولا يحطون 70 مبرر حق الناس اللي برا. كل شيء ما يجوز، بس على الشيء اللي يسوونه كل شيء يجوز. ما شاء الله اللي يجوز والما يجوز ما شاء الله على المجتهات. طحفكم. عموما فناننا القدير جاسم نبهان محشوم انت وزوجتك وعائلتك الكريمه، واذا تبي تطلق واحده من حريمك وتاخذني ما عندي مشكله.